مساء الخير. النهارده هنعمل ممبار مغسول اهو زي الفل، غسلينه بخل وملح وليمون ودقيق وكل حاجه. هو جاي اصلا متنضف، وعندنا عصير طماطم، بس ده صلصه انا مسبكاها. ملح وفلفل وبهارات وسكر، معلقه ملح، معلقه بهارات، معلقه فلفل، معلقه سكر. وده بقدونس وشبت، وده بصل مفروم. ه- هنسبك وزيت. هنسبك البصلة وارجع لكم تاني. زيت طبعا حسب الكمية اللي احنا عايزينها. هنحط البصل، هنشوح البصل على خفيف، وهنحط صلصة الطماطم متسبكة، يعني كله على بعضه، بس التشويحة بس خفيفة وخلاص. بنشوح البصل اهو يا جماعة، وانا بشكر كل اللي بيتابعوني، ويا رب افضل ضيفة خفيفة عليكم. معلش البصل كمان طالع من الفريزر فبيبقى جامد شوية، احنا مش هنشوحه قوي. معلش بعتذر على اني غبت عليكم مدة طويلة، عندي ظروف، انا اسفة. انا بحب في الحر البصلة تبقى يعني مش متحمرة، هو يا دوبك بس الريحة بتاعت البصلة هتطلع، هنحط الصلصة وخلاص، نقلب توابلنا عليها كله على بعض كده خلاص. الصلصة دي انا عاملاها على ايديا، يا ريت تتابعوني على القناة تشوفوها، هتعجبكم جدا وموفرة للوقت، لان ايه متسبكة، يعني يا دوبك بتاخد غلوة بس مع البصلة، مش بتبقى كتير. هنحط توابلنا كلها على بعضها. احنا خلصنا الصلصة اهو، هنحط الخضرة الكميات اللي احنا عايزينها يا جماعة نحطها، كل واحد بيبقى حسب الكمية. ده بس كيلو ممبار، هعمل له الخضرة، حطيت تقريبا يعني نص ربطة بقدونس على نص ربطة شبت، وادي الرز بالتقريب 4 كوبايات، مش عارفة هناخدهم كلهم لسه ولا لا. لما بيتفضل الرز يا جماعة ما نرميهوش، نحطه في طبق متغلف بكيس بلاستيك او ورق فويل في التلاجة على الرف، بيقعد يومين زي الفل ولا بيجراله اي حاجة. طبعا ده رزنا المصري بتاعنا الحلو الجميل ده. يعني كده كفاية، يهدى بس شوية وهوريكم نحشيه ازاي. بصوا يا جماعة هنحشي ازاي بقى، معلش بصوا طريقتي، بصوا بس الرز سخن مولع، ما نستنيناش حتى يهدى اهو، ما نملهاش قوي علشان ما ت... ما تطلعش الرز كله في الحله بعد ما هيتسلق. احنا هنعمل ايه، احنا بعد ما هنخلص هنحطه في حله وهنحط عليه ميه سخنه، ما انا برضو هوريه لكم اهي. بصوا تبقى كده، ما نزودش عن كده اهي. نحشي بقى كله بنفس الطريقه ونرجع لكم عشان بس المهم ما يبقاش ازيد من كده رز، والا هيطلعه بره يبقى مش حلو. ماشي ماشي حبيبي، احنا حشينا اهو، هنكب ميه سخنه. بص هو هيعمل ايه،
وفاتحين النار. ايوه نعمل الميه اهو. ونحط بس كده هنغطيه بس اهو. ماشي. عندنا بصلتين صغيرين متقطعين اهو صوص كده، وثلاث ورقات لورا. هنجيب بس شعرة فلفل صغيرة وشعرة ملح بس وخلاص. احنا كده هنعلي النار علشان يغلي قوي اهو. بس علشان يبقى الخبق كله مظبوط مع بعض لازم نحط ملح في الميه. بس احنا كده هيغلي، هنسيبه يغلي لغايه اما يستوي خالص، وانا هوريهولكم لما يطلع. بصوا اهو على طول قفل من الجناب عشان ما يطلعش رز. بصوا بس دول الكيلو ممبار اخد بالظبط 4 كوبايات رز. ما بنملاش الممبار على الاخر يا جماعه علشان ما يطلعش رز، بس يبقى شكله مش ظريف. بس هيستوي بقى وهوريهولكم لما يطلع. بصوا ده بعد ما اتسلق، احنا هناخده دلوقتي نحمره في سمنه في زيت زي ما انتوا عايزين. هوريهولكم بس اما يتحمر وشوفوا شكله اهو. وزي الفل لسه سخن بس مولع. بصوا شوفوا الرز استوى خالص. مش عايزه نبوظ بس الشكل. يا ريت تجربوه يا جماعه، ما تنسونيش في اللايك والشير. باي باي.